السلام عليكم الأصدقاء، مرحبا بكم في فيديو جديد. إن شاء الله بحول الله في الفيديو هذا غادي نحاول نشارك معكم هاد البيكي اللي كنت قمت بالصنع ديالو في الفيديو السابق. كتشوفوا هذا هو البيكي، يعني خفيف والاستعمال ديالو يعني جد مفيد. قلت لكم هذا كيتستعمل في الثقوب اللي كيكونوا في الصخور كيف كتشوفوا. هيا واحد الثقب، ونقدر نستعملو في بزاف يعني ديال البلايص. كذلك اختاريت ان هذا الجزء، هذه البلاصه هذه فيها واحد الحفره زوينه، وكذلك يعني ثابته. غناخذ القصبه ديالي، كتشوفوا هذه قصبه ديال بيلوطا باروس نوميد 720، وغادي نبيكيها باش غنوريكم يعني كيفاش انني كنوقفها. هذا هو الشكل ديالها. ها هي كيف كتشوفوا انها بعيده على الصخره اللي كاين حداها، يعني ما قايساش في شي بلاصه اخرى. صراحه الله كيعجبني انني نحافظ على الماتيريال ديالي باش كيدوم ليا واحد المده طويله. وهذا كما تيقولوا واحد الاختراع اللي كيكون بسيط ومصنوع فقط من الخردة، يعني حديد شوت ممكن انك تصايب به، يعني حديد اللي كيكون ما خدام والو، او انك كتدبر عليه اللي طروفة من عند الحداد او عندك في السطح، ممكن انك تخدم به هاد البيكي هذا. وصراحة الله كذلك كتحاول انك ت- تتعلم به بلاصتك، باش كنعرفوا انك الا نتي من البلاصه اللي كتكون صياد فيها وديجا راش فيها الريحه ديال باش تجذب الاسماك، غادي يجي شي واحد غيجلس في بلاصتك. كتحاول انك كتعلم بلاصتك بهذاك البيكي، وكتخلي القصبه ديالك واقفه. وكما قلت لكم كتحاول انك تحافظ على قصبه اللي كتكون بثمن غالي. وشكرا.